تتجه الأنظار إلى ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي، والذي يحتضن مواجهة كلاسيكو ودية من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، وهي ضمن كأس الأبطال الدولية الودية. محمد مختاري لديه التفاصيل أكثر في تقريره التالي. سميت مباراة من العيار الثقيل على الرغم من وديتها ولعبها خارج ملعبي الكامب نو والبرنابيو. كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة سيلعب هذه المرة في مدينة ميامي الأمريكية في إطار منافسات كأس الأبطال الدولية. بيوم قبل المباراة أقام رفاق ليونيل ميسي آخر ميران لهم في ملعب هارد روك في ميامي تحضيرا لمباراة ريال مدريد واستعدادا لمنافسة الليغا. أجرينا معسكرا تدريبيا جيدا وناجحا هنا في أمريكا، من خلاله لعبنا مباريات ودية ساعدتنا في التحضير ومعرفة النقائص عندنا. كانت المباريات مفيدة لنا استعدادا لمباريات الكلاسيكو. نحن في وضع جيد وجاهزون للمباريات الرسمية التي ستبدأ في الأيام القليلة القادمة. ريال مدريد الذي سيلعب مواجهة كلاسيكو ميامي من دون خدمات نجمه كريستيانو رونالدو أنهى استعداداته للموسم في أمريكا بعد لعبه 3 مباريات أمام كل من مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، والأخيرة أمام برشلونة. جميع اللاعبين موجودون معنا عدا كريستيانو الذي سيلتحق بنا قريبا. أصبحنا جاهزين تقريبا للدوري ولمباراة الكلاسيكو. نحن راضون على مستوانا على الرغم من عدم تسجيلنا للأهداف المطلوبة في هذه الدورة. مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد خيمت على أجوائها في ميامي أخبار احتمال انتقال نيمار ومغادرته قلعة البلوغرانا. الجميع يسأل عما سيأتي به الميركاتو وما وصل إليه مسلسل نيمار. بطولة هذا العام كانت ناجحة كسابقاتها، والأجواء الكروية هي الطاغية على جميع الأخبار التي تروج يوميا. كلاسيكو ميامي الودي بين ريال مدريد وبرشلونة يأتي الأول قبل المباراتين الرسميتين الأخريين للكلاسيكو بين الفريقين في إطار كأس السوبر الإسبانية في 13 و16 من أوت القادم، قبل يومين فقط من انطلاق منافسات الليغا. محمد مختاري، BeIN Sports من ملعب هارد روك.